السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في قناة جول تايم. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين البرازيل واليابان ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم 2026. تقام المباراة يوم الاثنين 29 من يونيو على ملعب NRG في مدينة هيوستن الأمريكية، وتنطلق صافرة البداية عند 5:00 مساء بتوقيت غرينتش، 6:00 مساء بتوقيت المغرب، 8:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. يدخل المنتخب البرازيلي المباراة بثقة كبيرة بعد تصدره مجموعته، معتمدا على القوة الهجومية والمهارة الفردية، ويعول المدرب على نجوم مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو ورافينيا، إلى جانب خبرة ماركينيوس في الخط الخلفي. أما المنتخب الياباني فيواصل تقديم كرة قدم منظمة تعتمد على الانضباط الدفاعي والسرعة في الهجمات المرتدة، ومن أبرز لاعبيه تاكيفوسا كوبو وكاورو ميتوما وواتارو إندو، وهم قادرون على صناعة الفارق إذا استغلوا المساحات. من الناحية الفنية، من المتوقع أن تستحوذ البرازيل على الكرة في معظم فترات المباراة، بينما سيحاول المنتخب الياباني إغلاق المساحات والاعتماد على المرتدات السريعة. وإذا نجحت البرازيل في التسجيل مبكرا فقد تسيطر على مجريات اللقاء، أما إذا صمدت اليابان فقد تصبح المباراة أكثر صعوبة وإثارة حتى الدقائق الأخيرة. من تتوقع أن يحسم هذه المواجهة؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات.